كلكم اكيد عارفين وارن بافيت من اكبر المستثمرين في العالم. وارن بافيت قال في احد مقولاته المشهوره للنجاح، قال لك رول نمبر 1 نيفر لوز ماني، اوعى تخسر فلوس. طب ايه؟ وقال لك رول نمبر 2 ايه بقى؟ نيفر فورجيت رول نمبر 1، يعني اوعى تنسى القاعده الاولى. انا بقى بالنسبه لي الدرس ده درس اتعلمته بالغالي، يعني انا ما كانش عندي هذا الوعي اللي بيحاول وارن بافيت يدرسه للناس، ان يبقى عندك الوعي ان انت لما يكون قدامك فرصه انك تعمل مشروع او تستثمر تقول لا، لان انت مش شايف ان فرص النجاح اكبر قوي، مش اكبر بس من فرص الفشل. انك تدخل في حاجه وانت يعني احتمال تنجح بس احتمال كمان تفشل. طبعا احتمال الفشل موجود في كل حاجه، بس قد ايه؟ انا خسرت كتير جدا عشان دخلت في حاجات بسرعه من غير ما احط في اعتباري انها ممكن تخسر. الحاجه اللي اقدر انصح بيها الناس، انا بيجي لي رسائل كتير جدا، ست بتقول لك انا معايا 300,000 جنيه وعايز اعمل بيهم مشروع، شاب صغير يقول لك انا حوشت مش عارف 200,000 جنيه اعمل بيهم ايه. لو سمحتوا، انك تعمل المشروع ده محتاج انك تكون فاهم فيه. اللي عايز يقول وارن بافيت تاخدش مخاطرات انت مش قدها. لما تاخد مخاطره لازم يكون في حساباتك ان لو المخاطره دي سببت فشل كامل انت هتستمر وهتفضل عايش وهتعرف تكمل. فمهم جدا ان انت ما تدخلش في حاجه ما انتش فاهمها، وما تدخلش بكل حاجتك في حاجه واحده، وتعلم اتعلم اتعلم قبل ما تعمل مشاريع.